أنا صافي وده بودكاست بين السطور اللي بيحول الكلام التقيل في الكتب لحكايات خفيفة ومفهومة تحسها بتكلمك كأنها بتفهمك من جوه. وفي كل حلقة هتلاقي فكرة ومعلومة بين السطور هتاخدك خطوة لقدام. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. ونشوف الكتاب اللي ممكن يغير نظرتنا ليومنا ولحياتنا كلها. كتاب مهم جدا اسمه Make Time أو اصنع وقت. الوقت يا صديقي، تعلمنا زمان إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. ومن يومها وأنا بدور على إجابة للسؤال، هو إحنا فعلا نقدر نتحكم في وقتنا؟ يعني أقدر يبقى معايا الريموت ده أنا بدور عليه من سنين. الحقيقة التحكم في الوقت ما بقاش رفاهية. الوقت يعني حياتك، يعني عمرك. بفكر نفسي دايما بمقولة للحسن البصري: إذا ذهب يومك ذهب بعضك. يعني كل يوم بيعدي حتة مني بتروح، وكلنا عارفين إن اللي فات مش هيرجع تاني. والله ما بخوفك، أنا بس بفكرك تعيش بوعي. الكتاب كتبه جيك ناب وجون زراتسكي، بس يا رب أكون بقولهم صح. الاتنين دول كانوا شغالين في جوجل، يعني عايشين الزحمة على أصولها، وبعد المرمطة والبهدلة لخصوا خبراتهم وطلعوا بالكتاب ده: ال4 خطوات اللي هتخليك تحس إنك ماسك ريموت يومك من تاني. الخطوة الأولى الهايلايت، أهم حاجة في يومك. كل يوم الصبح وإنت بتشرب قهوتك فكر إيه الحاجة اللي لو عملتها النهاردة هتحس إن يومك ناجح. انتبه يا صديقي، لا تكون من الكماليين اللي عايزين يحققوا 300 حاجة 100%، أو تكون من الناس اللي عندها fear of commitment. يعني الهايلايت مش لازم يكون إنجاز عظيم ولا إنك تريح في الكومفورت زون. الخطوة دي بتقول امشي في روتين يومك العادي: الجيم، الشغل، مذاكرة العيال، تمارينهم. بس خلي كل يوم عندك حاجة مهمة عايز تنجزها. ممكن تكون اجتماع مهم في الشغل أو مكالمة كنت مأجلها. المهم إنها أهم حاجة بالنسبة لك النهاردة، وهتحس من غيرها إن يومك ضاع. الخطوة التانية ليزر فوكس، قلل المشتتات. وأنا عندي وقت؟ المشتتات هي الحاجات اللي بتسرق وقت وتلاقي نفسك اتخضيت: إيه ده؟ الساعة بقت 1، ده أنا لسه ما ابتديتش. السوشيال ميديا، الإيميلات اللي ملهاش لازمة، الإشعارات، جروبات الواتساب، كل ده بيشفط وقتك. ممكن حد يقول لي يعني انعزل بقى. جرب تنظم وقتك، اقفل النوتيفيكيشن شوية، خلي عندك وقت محدد للإيميلات. لو تقدر تقفل موبايلك فترة ما تترددش، صدقني العالم مش واقف عليك. هتلاقي نفسك عندك مساحة وعارف تركز. الخطوة الثالثة انرجايز، خد بالك من طاقتك. الموبايل محتاج شحن، والعربية ما بتمشيش من غير بنزين. انت كمان محتاج طاقة. هقولك حاجات مكررة بس دايما بننساها. عشان تشحن طاقتك محتاج تاكل كويس، تنام كويس، تتحرك شوية. مش لازم نروح جيم ساعتين، 10 دقايق مشي هيفرقوا معاك. خد بريك من غير ما تاكل كتكات. المجهود من غير طاقة اسمه حرق مش انجاز. الخطوة الرابعة reflect and adjust، هنراجع ونعدل. وهنا يا صديقي السر الحقيقي للتغيير. كل يوم راجع نفسك، ايه اللي نجح وايه اللي محتاج يتعدل. في الشركات في مصطلح اسمه budget versus actual، وده معناه ان احنا بنقارن اللي خططنا له مقابل اللي عملناه فعلا، ونشوف الفرق ليه وازاي. وفي الاسلام اسمها تزكية النفس. الإمام الغزالي بيقول إن معناها ببساطة هو إن الإنسان يراجع نفسه باستمرار ويشوف إيه اللي محتاج يتحسن، عشان النفس ربنا يهديها دايما عايزة تشدنا لتحت. كل واحد فينا جواه خير وشر، وجواه صراع بين الاتنين. فتزكية النفس هي الرحلة اللي بنمشيها عشان الخير هو اللي يغلب. والإمام الغزالي بيقول إن التزكية مش خطوة واحدة، هي رحلة طويلة، كأننا بنطلع سلم بنتدرج فيه من السيء للحسن ومن الحسن للأحسن لحد ما بنوصل للنفس المطمئنة السعيدة الراضية. والرحلة دي ليها مرحلتين:
الأولى اسمها التخلية، يعني نتخلى عن الصفات اللي بتشدنا لتحت زي الحسد والغرور والغضب. والمرحلة التانية اسمها التحلية، يعني نحلي نفسنا بصفات ترفعنا لفوق زي الصبر، التواضع، الرضا. ولما الإنسان بيشتغل على نفسه خطوة بخطوة النفس بترتقي. يعني التزكية مش إنك تبقى مثالي، التزكية هي رحلة تطوير حقيقية لنفسك من جوه. وبفكر نفسي وبفكركم، قد أفلح من زكاها، يعني اللي قدر يطهر نفسه وينميها هو اللي فعلا هيكسب. من نفس أمارة بالسوء اللي بتغلبها شهوتها، إلى نفس لوامة اللي بتراجع نفسها وتلومها، إلى نفس مطمئنة اللي وصلت للسلام والرضا. يعني تزكية النفس معناها باختصار هي رحلة تطوير وتطهير للنفس. كل يوم بنراجع نفسنا، بننضفها شوية وبنجملها شوية عشان نوصل في الآخر لنفس هادية مطمئنة راضية عن نفسها ومرضية عند ربنا. وفي علم النفس بنسميها self regulation. يعني إيه؟ يعني أقعد مع نفسي وأفكر أنا ليه اتصرفت كده؟ ليه أزعل؟ ليه أغضب؟ إيه اللي كان بيحركني؟ الإيجو ولا حاجة تانية؟ السيلف ريجوليشن كأنك بتشوف نفسك وبتتفرج عليها من بره، تحلل مشاعرك، دوافعك وسلوكك من غير جلد ذات، بس بوعي وفضول. الفرق ان الدين بيركز على تطهير النفس عشان تقرب من ربنا، وعلم النفس بيركز على فهم النفس عشان تكون متصالحة ومتزنة. وفي الحقيقة احنا محتاجين نفهم نفسنا ونزكيها. مش عيب نغلط، مش عيب نغير الخطة، العيب ان امشي في طريق مش ماشي معايا، العيب ان انا ما اتعلمش. طب يا صديقي، اختار اهم حاجة في يومي ازاي؟ الكتاب والله ما قصروا، ادونا 3 طرق لاختيار اهم حاجة في يومي. طريقة الطوارئ، يعني اخوكم مزنوق مفيش اختيار، اهم حاجة في يومي حتما ولابد ومص تتعمل النهاردة. مثلا اني اخلص برزنتيشن عشان مديري عايز يشوفها بكرة، فالهايلايت بتاعي هي البرزنتيشن دي. طريقة الرضا، اهم حاجة في يومي هي اللي هتخليني انام وانا مبسوطة، فالهايلايت هو الحاجة اللي لو عملتها هحس بالانجاز والرضا. الهايلايت هي الحاجات اللي بتفرق معاك شخصيا، مش بس شغل والتزامات، زي اني امشي او اتمرن نص ساعة. تالت حاجة طريقة الاستثمار في المستقبل، وهنا يظهر صوت الحكمة والعقل. أهم حاجة في يومي هي اللي هتضيف لي بعد سنة، الحاجات اللي مش مستعجل عليها بس اللي هتفرق معايا على المدى الطويل، زي إني أتعلم مهارة جديدة، أخد شهادة معينة، أو أتعلم لغة جديدة. مش لازم تختار الهايلايت بنفس الطريقة كل يوم، اختار الهايلايت حسب أولوياتك، ولو قدرت تخلصه هتحس إن يومك كان ناجح فعلا. والكتاب بينصحنا لما تيجي تختار الهايلايت ثق في إحساسك الداخلي، وزي ما بيقولوا trust your gut. عارف لما تصحى الصبح يبقى في دماغك مليون حاجة، بس انت حاسس ان في حاجة واحدة أهم من الباقي. هنا بيجي دور انك لازم تثق في إحساسك. ليه ده مهم؟ ببساطة عقلك الباطن فهمك أكتر من أي حد، هو بيعرف يحدد إيه الحاجة اللي محتاج تركز عليها، ومش لازم بقى تحلل كتير أو تفكر زيادة عن اللزوم. ساعات أول فكرة تجيلك بتكون هي الصح. طب إزاي أطبق ده عمليا؟ خد نفس واسأل نفسك إيه الحاجة اللي لو خلصتها النهاردة هحس فعلا إن أنا أنجزت؟ وأول حاجة تيجي في بالك خدها بجدية وما تترددش، وما تحاولش تقنع نفسك بحاجة تانية، نفذها بنفس الحماس. يعني لو صحيت وحسيت إن النهاردة محتاج تهتم بصحتك، خلي الهايلايت بتاعك هو التمرين والأكل الصحي. ولو جالك إحساس إنك محتاج تكلم حد مهم ليك، يبقى دي أهم حاجة النهاردة. الخلاصة يا صديقي، مش كل حاجة محتاجة حسابات معقدة، ساعات إحساسك الداخلي هو أفضل بوصلة.
ركز على اللي فعلا يهمك، وخلي كل يوم خطوة للحياة اللي نفسك فيها. كانت حلقتنا النهاردة من بودكاست بين السطور. يا رب تكون لمستك وخلتك تشوف الموضوع بنظرة أعمق. ولو الحلقة عجبتك شاركها مع حد ممكن يستفيد منها. وافتكر إن المعنى الحقيقي مش دايما في الكلام، لكن في اللي بنحسه بين السطور. ودي كانت حلقتنا النهاردة من بين السطور. يا رب يكون ملخص الكتاب عجبك وخليك تبص للموضوع بنظرة أعمق شوية.